زي ما حضراتكم شايفين دي الفروخ اهي ما شاء الله، 2 موف تمام، وفي هنا واحد فايلوت وبرده بره واحد فايلوت ما شاء الله. 4 فروخ. شايفين صحة وريش الفروخ ونظافة الفروخ، نظافة الرجلين ونظافة المنقار، كل ده طبعا بالاهتمام بالفروخ باستمرار وتغيير فرش العش اسبوعيا. مع ان الفروخ دي ما شاء الله فرخ صيف ولكن صحتها ممتازة جدا. ده ما شاء الله فرخ اول يوم خروج من العش ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين حجم الفرخ وريش الفرخ وصبغته طبعا لسه يعني هتختلف تماما بعد القلش. ربنا يبارك في طيورنا جميعا يا رب. هو الذكر اهوت كلير والانثى فول بادي. ازيكم جميعا. مهم جدا ان احنا نقدر نميز طيورنا ونعرف الذكور من الاناث، لان دوت هيساعدنا ان احنا نقدر نحدد احتياجاتنا في الموسم الجديد ونقدر نعرف ايه الزيادات اللي عندنا. هو كتير بتتلخبط بين الذكر والانثى خصوصا في الفروخ. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنوضح بمنتهى البساطة ازاي نحدد الذكر من الانثى في الفروخ دي. ما شاء الله دي كلها فروخ على وش فطام. الفروخ اللي قدامنا ديت هنلاقي فيه فروخ كيرها بنفسجي بالكامل. الكير البنفسجي بالكامل ده بيبقى ذكر. اما الكير زي الانثى اللي جوه دي اللي هي الفايلوت دي بتبقى انثى اللي هي فيها ابيض في الكير. هنبدأ دلوقتي نمسك الفروخ ونوضح ببساطة. زي ما حضراتكم شايفين ده كير الذكر بيبقى بنفسجي بالكامل، واضح مع حضراتكم في الفيديو. ده كده كير الذكر في الفروخ. الفرخ بيبقى كده الكير بتاعه لونه موف بالكامل، هو واضح جدا مع حضراتكم كده في الصورة. ده كده ذكر بإذن الله. هوريكم برضو أنثى عن قريب عشان تعرفوا تفرقوا بين الذكر والأنثى. ده كده يا جماعة كير الأنثى كده بقى واضح مع حضراتكم. كير الأنثى بيبقى أبيض حوالين فتحة الكير زي ما انتوا شايفين. الفروخ بتطلب الأكل من الذكر، ده الذكر الكبير اللي واقف على السلك ده. وما شاء الله دي كلها فروخ مع الذكر. طبعا انا عزلت الانثى لان الفروخ دي بدأت تعتمد على نفسها، وانا مش عايز الزوج يبدأ في عش جديد او يخش في دورة انتاج جديدة، لان طبعا الجو حر جدا واحنا في موسم الراحة. ما شاء الله الفروخ كلها خلاص على وش فطام. الكير واضح مع حضراتكم في الصورة اهو. كل اللي قدامنا دول ذكور، كل اللي قدامنا دول ذكور ما شاء الله. هتلاقي ان الكير بتاعهم بنفسجي بالكامل. اما العصفورة اللي عند السقاية دي الوحيدة اللي انثى. هتلاقي ان الكير بتاعها فيه ازرق ممتزج بابيض تمام كده واضحة مع حضراتكم. وهتلاقي حوالين فتحة الكير ابيض، ده يدل ان شاء الله ان دي انثى. اما الذكور بيبقى موف بالكامل بيتحول لدرجات الازرق بعد كده ان شاء الله عند البلوغ. لو جينا نبص تحت معانا فرخ اهو اول يوم خروج من العش، والفرخ التاني بادئ برضو يكتشف العين ويخرج من العش. دول ما شاء الله الاتنين اناث. لو جينا نبص هنا برضو هنلاقي الفرخ اللي مطلع راسه من البياضة ده هتلاقي حوالين فتحة الكير ابيض، وده معناه ان هو هيبقى انثى باذن الله. طالما حوالين فتحة الكير ابيض حتى لو باقي الكير ازرق كده ده معناه ان هو هيبقى انثى باذن الله. والفرخ ما شاء الله اللي تحت مستواه جميل جدا. الفرخ ده ما شاء الله انثى، هو كده واضح مع حضراتكم اهو. هتلاقي برضو حوالين فتحة الكير ابيض بالكامل. طبعا بيبقى الناس معتقدة ان هو البنفسجي دوت اللي حوالين الكير او اطراف الكير من الخارج ده كده ذكر. لا دي بتبقى انثى، طالما ان في ابيض ممتزج بالازرق دي تبقى انثى باذن الله. طبعا كل ما الفرخ بيكبر بنقدر ان احنا نحدد بوضوح اذا كان ذكر ولا انثى. الانثى زي ما انتوا شايفين كده بيبقى الكير ابيض او بيج بالكامل عند البلوغ، لكن وهي صغيرة هو كتير بتتلخبط في تحديدها. اعذروني بقى ان انا بصور والكهرباء قطعة، لان طبعا الكهرباء هتقطع فترات كبيرة فغصب عننا لازم نشتغل. ده ما شاء الله فرخ اول يوم خروج من العش ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين حجم الفرخ وريش الفرخ وصبغته طبعا لسه يعني هتختلف تماما بعد القلش. ربنا يبارك في طيورنا جميعا يا رب. هو الذكر اهوت كلير والانثى فول بادي. لو رجعنا للفروخ اللي فوق
واضح مع حضراتكم الفرق بين البنفسجي تمام اللي هو اول فرد ده والفرد اللي جنبه اللي هو ازرق ممتزج بابيض. كده هنقدر نحدد بمنتهى البساطة الفرق بين الذكر والانثى في فروخ البادجي. طبعا انا بهتم بالفروخ جدا في الفترة دي، ببدأ ان انا احط لهم مستنبت واحط لهم مبشور الخضروات، وكمان بقدم لهم جرعة كالسيوم واقدم لهم جرعة فيتامين متنوع علشان الطيور دي ما يحصلهاش صدمة فطام لحد ما تعتمد على نفسها في التغذية بالكامل. طبعا الانثى اللي تحت ديت ما شاء الله هنبدأ ان احنا نعزلها في خلال اسبوع، لما ان شاء الله نتأكد ان الفروخ كلها خرجت العين وبدأت ان هي تعتمد على نفسها في التغذية. خليكم معايا اوريكم بقية الفروخ اللي مع الزوج ده. زي ما حضراتكم شايفين دي الفروخ اهي ما شاء الله، 2 موف تمام، وفي هنا واحد فايلوت وبرده بره واحد فايلوت ما شاء الله. 4 فروخ. شايفين صحة وريش الفروخ ونظافة الفروخ، نظافة الرجلين ونظافة المنقار، كل ده طبعا بالاهتمام بالفروخ باستمرار وتغيير فرش العش اسبوعيا. مع ان الفروخ دي ما شاء الله فرخ صيف ولكن صحتها ممتازة جدا. اول ما الفروخ دي تبدأ تطلع بره العين هبدأ ان شاء الله ان انا افصل الانثى، ويبقى كده الزوج ده اتعزل برضه زي الزوج اللي فوق، وقدرنا ان احنا نعزل الانثى. الخطوة اللي بعد كده ان احنا ان شاء الله نفطم الفروخ. زي ما حضراتكم شايفين المسقاية فيها ديكال بي 12، انا حاطط لهم جرعة كالسيوم بعد ما خلصت جرعة الفيتامين المتنوع. كنت مقدم لهم فيتامين بي فيت 5 نقط على المسقة، والديكال بقدمه 5 سنتي على اللتر. ده بالنسبة لجرعات الفيتامين والكالسيوم المتنوع. ده فيديو النهاردة بمنتهى البساطة وضحنا مع حضراتكم ازاي ان احنا نميز بين الذكر والانثى سواء في الفروخ او سواء في الزوج الكبير، وكمان عرفنا ازاي بنهتم بالفروخ اثناء الفطام وازاي ان احنا بنعزل الانثى. كل دوت خطوات احنا بنشتغل بيها مع الطيور زي ما حضراتكم شايفين لحد ما الطيور تتفطم على خير بإذن الله، ويبقى جسمها ممتاز وصحتها ممتازة وريشها متناسق وناعم وريشها مفرود زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا الذكر اهو ما شاء الله بياكل من الطاجن، وبعد كده برضه هيأكل بقية الفروخ اللي هتطلب منه الأكل، وبإذن الله في خلال أيام بسيطة نقدر إن احنا نفطم الفروخ ديت من مع الذكر وتعتمد على نفسها نهائيا بإذن الله. شكرا ليكم وربنا يبارك في طيورنا جميعا يا رب. أخوكم أحمد إبراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.